بيوت القوش القديمة. بين الانهيار والهدم والتعمير القليل أثراً كادوا. القوش كل بلدة لها تاريخها وتراثها وثقافتها، وأخص بذلك بلداتنا الكلدانية السريانية الآشورية. في عموم بيث نهرين، هذه البلدات والقرى تعتبر من المناطق العريقة والمأهولة بالسكان منذ آلاف السنين، ومنها بلدتي الحبيبة القوش، التي يعود أقرب ذكر لها في سفر النبي ناحوم، والذي تنبأ بسقوط نينوى عاصمة الإمبراطورية الآشورية، وذلك حدث في القرن السابع قبل الميلاد، عدا ذكرها في الرقع الطينية قبل ذلك بزمن بعيد. وذلك يدل على أن القوش كانت مأهولة بالسكان قبل 3000 سنة على الأقل، وهذا دليل بسيط على أن تاريخها يحمل في طياته ثقافة وتراثا عظيما لا حدود له. هوية التراث المعماري. إن أحد أهم الأسس التراثية التي تعبر عن هوية أي بلدة أو منطقة هي بناياتها وبيوتاتها. وفي القوش، وكما حماها جبلها من التعديات والهجمات التي طالتها عبر القرون، كذلك كان آباؤنا محظوظين بنوع المواد في المنطقة، فقد استخرجوا الجير للبناء به بدلاً من الطين الذي لا يدوم، وهذا ما جعل جدران بيوت القوش القديمة صامدة لليوم منذ قرون. كارثة الإهمال والهدم. اليوم لدينا محلتان كاملتان مبنية من الجير والحجر، بيوت بنيت بسواعد وجهود آبائنا قبل قرن أو أكثر، لتبقى صامدة ضد عوامل الطبيعة والحروب التي طالت المنطقة. ولكن بعد هذا الصمود الطويل، رأينا في السنين الأخيرة جريمة لا يغفر لها بكل المعاني، وهي أن هناك الكثير من أصحاب تلك البيوت القديمة بدأوا يهدمون بيوتهم في المحلة القديمة وبناء بيوت جديدة بمواد حديثة وتصميم لا يمد للتراث المعماري للبلدة بشيء. والأسوأ بأن العقلية العامة تعتقد بأن هذا الأمر إيجابي وتطور، في حين أن أرقى بلدان العالم يفتخرون بتطورهم من خلال الإبقاء على تراثهم المعماري بعد المحافظة وترميم بناياتهم القديمة. حادث الخالة سورما والصحوة المعكوسة. قبل حوالي سنة من الآن، وتحديداً في نيسان، وقع حادث مؤسف وتوفيت امرأة بسبب سقوط حائط عليها. نطلب لها الرحمة والغفران، وكنت أتمنى أن يكون رحيل هذه المرأة صحوة لأهالي بلدتي، وبالفعل حدثت صحوة، ولكن من النوع الذي يزيد الجريمة التراثية وجعل دماء هذه المرأة يذهب سداً. فقد حاول الحجر أن يصحينا من غفلتنا وأن يذكرنا بهجرنا له، عسى وأن نعود إليه ونطيب جروحه، ولكننا أبينا الصحوة وفضلنا الغوص في سباتنا وجهلنا بما نملكه من كنز لا يعوض. لتبدأ بلدية القوش بطلب الرخصة من أصحاب البيوت القديمة، منها الآيلة للسقوط، والأخرى التي واضحة بأنها ستصمد لسنين أخرى، لتكون المحصلة حوالي 80 بيتاً تحولت إلى أكوام حجر لتدفن تحتها الذكريات وتاريخ وتراث عريق لا يمكن إعادته. وذهب موت الخالة سورما هباءً. الإصرار على جريمة محو التراث. قبل أيام سمعت بأن هناك حملة لهدم مجموعة أخرى من البيوت، وها نحن بعد سنة ولم يفكر أهلنا بالمهجر ترميم بيوتهم ولا حل المشكلة بالشكل الصحيح، إلا القلة القليلة. فهدم البيوت ليس الحل، بل هو تدمير للتراث المعماري. التعمير الجزئي المفرح. في الجانب الآخر من القصة نرى نشاطاً عظيماً رغم مساحته القليلة بالنسبة لمحلتين كاملتين، إلا أنه سيبقى كلؤلؤة جميلة في قلب القوش ليحافظ على تراثنا الجميل، وهو تعمير السوق القديم للقوش بتصميم تراثي مبهر، ليعيد لمن عاش حياة السوق ذكريات جميلة لا تنسى، ويبهر المشاهد
بجمال أخاذ يحمل في طياته تاريخاً عريقاً. ولهذا نشكر الكنيسة على مبادرة بدء تعمير السوق، كما والقائمين على تنظيم المهرجان السنوي لسوق القوش القديم للسنة الثالثة على التوالي. كما لن ننسى منظمة شلامة وجميع المتبرعين الذين دعموا هذا المشروع الكبير. وبما أن هذا المشروع جاء من صميم أبناء البلدة، فليكن بداية تستمر، وليس مشروعاً واحداً فقط، بل مشاريع متتالية. ويبدأ كل صاحب بيت في القوش القديمة بتعمير بيته بالصورة الصحيحة وكما هو، لتصبح المحلة القديمة مركزاً لهوية البلدة وللسواح وعاشقي التراث من الأهل والأجانب، وفي نفس الوقت تصبح وسيلة تجارية أخرى لخلق فرص العمل لشبابنا. فإذا أراد صاحب الدار تأجير بيته ليكون مخدعاً لمن يريد البقاء في القوش لفترة وجيزة، وبالتالي سيمنع ذلك من انهيار هذه الدور، ونحافظ على ما تبقى من بيوتاتنا الجميلة العريقة، وليس الموافقة على هدم البيت بكل بساطة والمشاركة في جريمة مسح الهوية التراثية لألقوش. رسالة إلى أحبائي الألاقشة وجميع بلداتنا. أحبتي، الهدف من هذا المقال ليس للتهجم على جهة أو شخص أو مجموعة أشخاص ولا دعاية لآخرين، فالذي يفعل الصح لا يحتاج لدعاية، بل هو لتوعية أبناء بلدتي الحبيبة وكل بلداتنا التي تحمل تاريخاً عريقاً، وخاصة الموجودين في الخارج، لأنني أعلم عن حبهم وارتباطهم القوي بوطنهم. ولذلك فإن أبسط وأول شيء يمكنهم فعله من أجله هو ترميم بيوت آبائهم وأجدادهم ليحافظوا على تراث عوائلهم، وبالتالي التراث المعماري لبلداتنا العريقة. الخلاصة: أجدادنا كانوا بناة عبر آلاف السنين، وهم أول من بنوا وأسسوا المدن، لنقتدي بهم ولنكن بناة لا هدامين.